شايف انت لما يكون عندك مشوار انت مش حابب تروحه ولكن انت لازم تروحه؟ هو ده بالظبط اللي حصل دلوقتي. كنت حابب اديلكوا واحدة كده زي محمد رمضان اللي هو صاحي من النوم لقيتهم بيكلموني. عارف جدا الصراحة يعني. المشكلة بقى في ان الموظفين مشيت، فهي دي المشكلة ان انا هنزل تاني بكرة بس قشطة يعني. دراما غبية. انا راح الساعة 11 لقيتهم مشيوا الساعة 11، ولكن قشطة يعني مفيش اي مشكلة، انزل بكرة تاني. الموضوع ده احنا عارفينه ومتعودين عليه والكلام ده كله. ولكن انا بالنسبة لي الصراحة ورايا النهاردة حاجات كتير. الساعة دلوقتي شوفوا بقت كام، مرقعة بطريقة غبية حقيقي. انا مش بشتكي ولا اي حاجة، بل بالعكس انا عارف ان انا بتمرقع. انا عارف ان فكرة ان انا بعمل نفس الحاجة اللي انا شايف ان هي غلط وما ينفعش تتعمل، يبقى انا كده الصراحة اللي بتمرقع، فما ينفعش اتكلم. اصل انت فكر معايا كده، انت عمال تقول عايز اعمل عايز اعمل عايز اعمل، وفي نفس الوقت مش عايز تغير النقطة اللي انت بتضيع بيها الوقت عشان تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها. فانت اولا مش هيبقى من حقك ان انت تشتكي بسبب ان انت بتعمل نفس الحاجة اللي انت عارف ان انت طول ما انت بتعملها مش هيبقى معاك وقت ان انت تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها. فانا مش بشتكي، لا انا عارف ان انا بتمرح. بس على العموم الوقت جري جري جري، بقت الساعة دلوقتي 3:30 و5، فانا محتاج ان انا ابدأ في حاجة دلوقتي. So I'm trying to work right now, but my keyboard refused to work. I don't know what happened to the keyboard. It was working great, but now it doesn't work. I don't know why. So it's work. كل اللي عملته ان انا نفخت فيه واشتغل في النهايه. اهم حاجه ان هو اشتغل. كنت اتضايق جدا ان هو مرضيش يشتغل بسبب ان هو كان هيضيع عليه حاجات كتير جدا، سواء في الكتابه بسبب ان انا بكتب كتير في الفتره دي، سواء ايميلز، حاجات كتير بكتبها وانا بعمل اديتنج كان هيضايقني. بدل ان انا بستخدم السبيس وبستخدم زرار تاني في الايديتنج، يعني بستخدم حاجات كتير في الايديتنج كان هيضايقني كتير. اهم حاجه ان هو اشتغل في النهايه بحل بسيط جدا. 3 ساعات اديتنج، واول لما تشوفوا الفلوج ده تعرفوا ليه 3 ساعات اديتنج. هتلاقوا الفلوج في اللاين اللي هنا ده، الفلوج حقيقي يستاهل ال3 ساعات اديتنج. عملت فيه حاجات كتير جدا جامده. الفلوج الصراحه انا مبسوط من النتيجه اللي طلعت في النهايه معايا، ولكن 3 ساعات كتير، ولكن مش كتير بالمقارنه بالنتيجه اللي طلعت بيها الفلوج. لكن عموما يعني مش هنقعد نتكلم عن الفلوج ده كتير. هتشوفوا الفلوج ده في اللاين اللي هنا، لازم تشوفوا تعرفون رايكم فيه. كان في ميكس بين الانجليش والعربي، وهعرفكم ده ليه بعدين. وفي نفس الوقت الفلوج ده كذلك هتلاقي فيه ميكس بين الانجليش والعربي، ولكن كل ده اشرحه بعد كده. المهم بقى بالنسبه لي ان الساعه دلوقتي 8 الا تلت وانا خلصت اديتنج. وقت كتير انا عارف، خلصت متاخر، خصوصا ان انا بدات انزل الفيديوهات بتاعتي بدري. احاول انزلها بدري في ميعاد معين عايز انزلها فيه وكده، ولكن لحد ما انزل في الميعاد اللي انا عايز انزل فيه خلينا يوم متاخر يوم كويس يوم هكذا، يعني هكذا يعني همشيها كده، يوم متاخر ويوم كويس وكده يعني. هنا بقى لما الموظف يحب يرخم عليك بعد 92% المدير قفل النت. كويس ان انا عملت 92%، الباقي ده اعمله من البيت سهل، ولكن حاجه رخمه جدا بسبب ان ال 8% دول هيقعدوا تقريبا نص ساعه عندي في البيت، 20 دقيقه لو انا محظوظ شويه يقعدوا 15 دقيقه. فدي حاجه رخمه. وفي نفس الوقت الارخم ان انا ورايا حاجات كتير لازم اعملها، شويه طلبات لازم انزل اجيبها، وفي نفس الوقت شويه حاجات كتير لازم كانت تتعمل. بس انا بالنسبه لي اهم حاجه ان الفلوج ده عشان اشتغلت عليه كتير جدا لازم يترفع النهارده. دي اهم حاجه بالنسبه لي. المفروض النهارده اعمل اكتر من تطوير على السيت اب ده، من على السيت اب، من على في اكتر من حاجه يعني المفروض تتعمل النهارده، وكل حاجه جاهزه ان انا ابدا النهارده. وبجهز فيها بقالي فتره ان انا اجيب الحاجات اللي انا عايز اعملها واخطط للحاجات اللي انا عايز اعملها وكده. ولكن للاسف دلوقتي انا مفيش اي دماغ ان انا اعمل اي حاجه دلوقتي، فاجل الموضوع ده لبكره. فيعني ان شاء الله بكره اعملها، ان شاء الله بكره مش هاجلها واعملها بسبب ان في اكتر من حاجه عايز اعملها وحاجات، يعني مش هحرق اي حاجه دلوقتي يعني. بكره نعمل كل حاجه.
النهارده كده احنا كملنا كام يوم تمرين،